احب انا الدلع، والدلع عمره ما اتمنع. يا سلام بقى لما تدلع مع قرص محشيه بالعجوه مع كوبايه حليب او شاي بالنعناع، يا حلوين. اهو ده الدلع بقى على اصوله، في الصبح في العصريه اي وقت مش هتقولك لا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نص كيلو دقيق منخول نزلت عليه بنص كيس من الخميره ونص كيس من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الملح، معلقتين من السكر. هخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. ولو أول مرة بتعملي معجنات إن شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة مليون في المية. بعد كده هستخدم المادة الدهنية. أنا استخدمت هنا يا حلوين سمنة، استخدمت 100 جرام من السمنة، وبضاية ال 100 جرام دول نص كوباية سمنة اللي هي انت شفتوها معايا، المج ده متهيألي متوفر في كل بيت. هنا في تركاية حلوة قوي ممكن تعمليها تنقل معاكي المعجنات وتبقي ضمنها مليون في المية غير البيضة. هنستخدم معلقة من الخل، نقطتين من الليمون، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. المفروض أنا كنت عملت معاكم دي من الأول، يعني ما كنتش نزلت ببيكنج باودر، فلما افتكرتها قلت أعملها علشان تشوفوها عملي قدام منكم. معايا كوباية من الرايب، بس الرايب أنا ضربته في الخلاط علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات، كأنه مثلا حليب معاكي بس هو رايب، بيبقى أفضل كمان من الحليب. بس مش لو مش متوفر عندك غير حليب تقدري تضيفي عليه معلقة خل، هيروب معاكي في الحال. خدمتها لمدة 10 دقايق وبعد كده هسيبها تريح. بعد ما ريحت وخمرت معايا هخرج الهواء منها. متهيألي مفيش ولا أسهل ولا أبسط من كده في المعجنات. طريقتها سهلة وبسيطة خالص قدام منكم شايفين، ولا بتاخد منك مقادير كتير ولا مجهود. وتقدري وانت بتخدميها في العجين يعني تريحي ما بين كل فترة والتانية. أهم حاجة في المعجنات علشان تاخدوا نتيجة مضمونة تخدميها كويس، يعني تعجنيها كويس تديها حقها في العجن. هنا كورتها حجم البيضه، الحجم بقى اللي انت حباه، بس انا حبيت الحجم ده هو نص كيلو علشان يعمل معايا كميه. هنا معايا بقى احلى حشوه في الدنيا، ده الدلع على اصوله. عجوه ميكس ما بين العجوه والسمسم وحاجه بسيطه من القرفه ومعلقه زبده علشان ما تلزقش معاكي والعجوه ما تنشفش في الحشوه. لما تدخل النار تفضل طريه زي ما هي. دهنت الصينيه حاجه بسيطه من الزيت، وهبدا بقى التقفيله اللي قفلتها تحت قلبتها كده زي ما شفتوا معايا، والحشوه طريه خالص معايا علشان الزبده اللي انا حطيتها. وببدا اقفل كويس واعدلها على العدله بتاعتها وابدا افردها، يعني حاجات بسيطه خالص. شايفين معايا حلوين؟ اهم حاجه بلم كده واقفل على العجوه علشان ما تخرجش منها وقت التسويه وتبهدل معايا الدنيا. هنا هخلصهم مش هياخدوا معايا 10 دقايق واسيبهم يريحوا زي 10 دقايق كمان. في المرحله دي اكون مولعه فرن سخن درجه حراره 200. الرف اللي في النص هتاخد معاكي لون وهتطلع بنتيجه تحفه باذن الله، هتنول اعجاب الحلوين. اتمنى من احلى متابعين لايك وشير علشان اوصلكم مني كل جديد. وما شاء الله النص كيلو عمل معايا الكميه الحلوه دي. بعد كده بقى هتجيبي معلقه من الزيت عليها شويه حليب علشان ادهن كده بعد ما خمرت معايا، علشان ادهنها واحط السمسم اللي هنا الفايده علشان السمسم ينزل في القرص يا حلوين زي ما انتم شايفين. طبعا اي حليب ينزل على الصينيه حاولي تمسحوه علشان ما يتحرقش وبهدل معاكي الدنيا ودخان وكده. هنا بقى بحاول اعمل لها شكل، يعني ادلعها بالسمسم زي ما قلت لكم. الدلع عمره ما اتمنع، اهم حاجه تتاكدي ان التقفيله متقفله كويس وتمام. هنا ما شاء الله خمرت معايا تاني مره، لان اول مره وتاني مره بعد ما فردتها تقدري تعملي الشكل ده. احلى شكل فيهم واسهل شكل ان انت بتغطسيها كلها في الحليب والزيت، الزيت علشان يديكي لمعه وياخد معاكي لون في الفرن حلو. وقدرت هنا مثلا تحطي حبه البركه، ماشي مفيش مشاكل، اللي بيحب حبه البركه. مش متوفر عندك حبه البركه تقدري تستغني عنها، وخصوصا اللي ممكن تحشيها حوادق جبنه مثلا، او اي حشوه مثلا بسطرمه لانشون مع زيتون وجبنه وكلام من ده، تقدري تميزيها بحبه البركه. لو انت حابه تعملي ميكس ما بين الحلو والحادق، يعني تقدري تميزي اللي هي الحادق بحبه البركه والحلو بالسمسم. قولوا لي ايه رايكم يا حلوين؟ من نص كيلو دقيق عملنا احلى قرص تستاهل بق الحلوين. قومي بقى على طول اعمليها. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير.